السلام عليكم شباب. اليوم عنا البارت 2 من احسن الرابورات اللي عرفتها تونس. اللي ما تفرجش في الفيديو اللي فات تلقاوها في الديسكريبشن. كالعاده الترتيب اللي نحطوه راهو ما ينقصش ولا يزيد من اي رابور، كلهم رابورات صف اول بالنسبه لي انا، يعني فما حتى فرق بين الاول والا الاخر. ونسميه بسم الله ونبداو. باش نحكيو على رابور قديم في المجال هذا اللي بدا من قبل الثوره، اللي هو كاتيبون والا الكاتيب. بهذا الوحش كل معاني، فماش لي حسيت موت ثم قلبي رجعني. قد ما حاولت جامي يسمعني، ما عنديش عليه السلطة شكوني منه منعني. رجعت اخمم فيها وعاني بعد ما حلفت ما عشان حنكل الصدر اللي رضعني. ليه كاريرو من 2008 في الشارع التونسي بفريستايلوات مع اصحابه الرابورات والسليبيات. سواء الولاد بار ولا درا كيفاه. ونورمال نرجعوا للموضوع متاعنا. حل الشين يوتيوب بتاعه في 2013 مع اول ميكس تيب في الشين قبل التيتر ابحث عني. تيب يكسر الدنيا ويبدا يظهر للببليك التونسي بصفه كبيره برشا، الحاجه اللي خليته مش كيما رابورات الاخرين من الستيل متاعه في الكلام. نعطيكم لمحه على تيتر من تيترواته. ايش الانترناسيونال ترويج عبر الامم، كركسة فواحة حات من تالي كيلو هم. ما تجيبهاش ما سمعتش ماكش بعيد وماكش صم. طلعوا فروخ صغار وما تنحيتش كيلو الشم. تجيب برشا ملايين من الفيوز من جرة الراب. كاين منهم زادة من الفيتات المحترمة مع برشا رابورات كيما اخر فيت مع نوردو، واللي لقى نجاح كبير من الببليك اسم تيتر غزالي. اطلب لي الهدية مين في كاس حريوية، حكيت لي ويزي كيفية معي واضحة النهاية. طلبت لولاني استنيت وجاني غزالي قبلني بألامي وصل سلامي. نمشيو لبعده ولد منزل بوركيبة ياسين كلبوسي واللي معروف سنفارة. العجلة تدور مخي مواتيني شكوني واتيني بخلافك يا حنينة. العجلة تدور حمتي تكفيني قدري خليني وفيري في العاصمة. رولي ديما رولي رولي رولي. كاريرو من هومتو اللي خرجت برشا رابورات كاسحين تنرجعولهم زادا من بعد. كان منهم سنفارة اللي بدا يتعرف من بعد الثورة تقريبا 2011. دام الاندر جراوند كيما برشا رابورات في تونس. تيتروات طابت على اليوتيوب والفيسبوك. يجيو 3 تيتروات بدلوا تاريخ سنفارة جن اللي هما صرخة نملة، المحطة، واهمهم دكان شحات. حشيشة وورقة وانتك عليه شميت الخنان الطفي كان عالبث قد شدوا الفراكن فيه خرج دقلق من الويلي ساكا بيك مالي كان كتيبة وبيت والي كان كتب البلاد الطاوية. بعد نهار يزيد سنفارة يتعرف مش كان في بنزرت بل في تونس الكل. ارقام خيالية. من بعد الحاجة اللي خلت سنفارة يزيد يتشهر اكثر واكثر البيف اللي دخل فيه مع الكاستو اللي سماه سيكو سيكو. لولاد سنفارة من اكبر الرابورات في تونس وتيترواته والببليك بتاعه هما اللي يحكيو على رواح. حكيو توا على اسطورة في الراب التونسي واللي حكايته لتوا تتسمى غريبة. اللي كان في عز النجومية متاعو يقرر فجأة يعتزل من غير حتى سبب صريح للببليك. مازلنا توا مش متأكدين كانوا باش يرجع والا لا. اكيد عرفتوني على شكون نحكي، فما حد غيره هو حمزاوي مداني. جمرة السيجار سخونة تولع، قانونكم ما تبدلش وباقي مقلع، واللي يحكي بروحه مش يتصنع. ولد اريانا مانيش باش نحكيو على حمزاوي الممثل، باش نحكيو على حمزاوي الرابور. من اقوى التيتروات اللي بدا بهم في كاريرو هو الزكاتاكا مع كلاي. كانت فما صحبه بيناتهم لكن بعدها صارت شويه مشاكل بين نوصلوا البيف اللي صار بيناتهم. اما البيف كان نظيف على الاخر خاطر الزوز يشوفوا بالعشر. بعدها يجينا حمزاوي بغنيه تمس الشعب التونسي الكل. اليوم هذا مازالت تتسمع. هي هبطت بالضبط في 2013 مع كافون الله يرحمه اللي هي حنين.
قاعدين نعيشو كذبة في بوبالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا دي فقر نقر ماما مانجو مكر نقر ماما هوني خنقة برشا غمة. يكمل حمزاوي الكارير متاعو لين وصلوا ل 2017 وين يعلن توقفه عن الراب. الولاد اللي فريستايل اللي سمعتوه الحمزاوي غناه في اخر بريود راهو قديم، هذاك من 2017، هذا هو التيتر الاوريجينال. ما عشنا طول بيان ساكن يحتب جهنم في تراكن هوني ماناش كيف ولد نضيف ما يعرف نتن خويا. توا نمشيو للامباير الاحسن. شهروني فلاشة الشوتينج فوتوجينيك حتى مبدل في الباركينج كينج فريجيت في الميتينج كونتي في الروجة ما كونتر في الميتين سكان QR كود مش منفيتين حسيتني مباهم لا خمم في حكايتين كبر في زناقة مفكار وسط البيلدينج خضرة والحمرة مش حضرة ما تريدينج سبورتيف نشرجي في الرية وحش في البرية صناعي شخرة فرحت لي تبع فيا. تمنيه انا العرسة خاطر من غيره بالرسم تونس تفقد حاجة كبيرة منها في الراب التونسي. بلاد امباير قديم في تونس من 2011 تقريبا ولا قبل. اسمي اليومنا هذا كل مرة يطلع بين الليفل جديد. التوه ما شاء الله قاعد يطور من روحه اكثر فاكثر، يخدم في خدمة مش نورمال كيما تيتر السومي اللي ظاهر تعب عليه مش نورمال. سالد مطارد مفوح بوتارد متربع على الميدا تقول ريستو ولا كارت ما جيتش نستاج جيت نوكل في الحوطة كان ضحكت من فوق بس ضحكت من اللوت ما كلمني. مثال الولاد بالمونتاليتي متاع امباير توا وكيفاه يخمم نجمش تقول عليه انه يفسد في الجيل متاع توا الجديد. خاطر رابو بالرسمي تحفة، خاطر رابو بالرسمي تحفة توا. والولاد قلت لكم توا خاطر بالطبيعة مش نفس امباير متاع توا مش نفس امباير قبل 10 سنين التالي معناها شي حاجات تتبدل. واللي نحكي فيه ينطبق مش كان على امباير على 90% من رابورات التوانسة. بالطبيعة المونتاليتي تتبدل كل شيء يتبدل في العابد كل ما يقدم في العمر. جيو الاخر واحد ربي يخلص وحده بيبليكو وارقامه هما اللي يحكيوا عليه واللي هو سمح الرياحي. عايش معاك وانا في ليلي ما نعرف النوم بتوحش لحنينك تفيقني وتلوم قلبي اللي حبك ما عليك الشلوم غادي في السوم ناس اللي خلتني تستنى في الدور اصحابي كلمنيك عليهم بالدور حياتي في ظلمة ما شفتش النور. ولا تكهو لازمك تتقبل انه هو اخر فترة محتل مرش الراب التونسي الكل. سمارة الولاد بدا من منزل بورقيبة كيما برشا رابرات ناجحين من بنزرت، لكن هو عكسهم الكل. بدا قبل كل شيء في 2013 عنده برشا تيتروات مفسخين قدم، اما بديت الشهرة نتاعو بصفة كبيرة من برشا احداث من التيتروات نتاعو الكاسحين اللي خلوه يطلع وزاد كلاشات اللي دخل فيهم كيما مع كلاي والا مع كاستو. لكن الحاجة اللي خليته مش كيما الرابرات منزل بورقيبة الكل انه جات بريود سمارة مشي فيها الانترفيو مع لطفي وغلط سمارة وقتها برشا غلطات، حتى الفريستايل اللي عمله ما عجبش الناس اللي خليه يولي ميمز وقتها في تونس. اما القوة نتاعو تظهر كيف ما استسلمش وحط في قلب عمل شعبية وصل بها للعالم العربي مش كان تونس. واللي الرابرات التوانسة يتمناو يوصلوا هكا. ادعيوا الولاد ان شاء الله ربي يخلص وهله هو وعليه. باهي الولاد شوف لكم حكاية ما حبيتش نحط ايمينو وشيبتيرو وكافون الله يرحمهم. انا ما نعرفش الحقيقة كان نحط الاغنية نتاعهم يمكن تزيد عليهم الذنوب اكثر. ديما نرحموا عليهم ونقولوا ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم الكل. وتنساوش الدعوة لاخواتنا في فلسطين. حبوا في الفيديو الجاي كان عندكم اي فكرة قولوا لي. بيس.